بعد البروجكت الاولاني ده بالعكس توترنا اكتر. واحنا لسه هنتضايق كمان شويه. احنا لسه هنتضايق، فلسه مستنيه دورنا. انا بظبط الحاجات بقى عشان هنخش دلوقتي المفروض. دكتور عمرو هو لسه ما عملش، هو لسه هيعمل. لسه هيعمل. فاحنا توترنا اصلا من البروجكت بتاع زمايلنا اللي قبلنا. اكتر حاجه قلقاني اسئله دكتور عمرو، لان هو بيسال في كل تفصيله، فمحتاج ان انت تبقى مركز في كل تفصيله قوي. متحمسه وخايفه عشان دكتور عمرو ما بيرحمش. بالذات الاسئله اللي هو ايه، يعني هم ما شاء الله الله اكبر عاملين بروجكت تحفه، احنا بالنسبه لنا تحفه. بس ما شاء الله الله اكبر دكتور عمرو ما بيسيبش اي حد، ما فيش اي حاجه بتعدي من تحت ايده. ان هو يعلق علينا بقى ويشوف الحاجه اللي احنا عملناها مثلا مش صح او حاجه زي كده، فانا يعني متوترين من اللي قبلنا. مش قلقني بقى، واللي يعني مطمني شويه ان دكتور عمرو بصراحه وكل الدكاتره اللي هنا مش سايبين حاجه يشرحوها، فعشان كده احنا يعني الحمد لله فاهمين كل حاجه، فان شاء الله خير. فاحنا هنشوف بقى يعمل فينا ايه.